بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول لك يا أخوي لا تشكي مقدر ومقسوم، ما أخذت من الزمن غير قسمك، الله يفرجها على كل مهموم، والهم واحد بين همي وهمك. ويا مرحبا حياكم الله. طبعا اليوم راح أتكلم لكم عن البواجي وشلون تفحص البواجي ومشاكل البواجي في السيارة. يا مرحبا يا مرحبا حياكم الله. طبعا اليوم كلامي عن البواجي. ما البواجي طبعا في بعض السيارات يكون فيها تفتفة وصاحب السيارة ما يدري، يكون الخلل من البوجي وهو ما يدري، فيفك البوجي، يشوف البوجي، حصل البوجي نظيف ما في مشكلة، لكن ما يكفيه من الشكل الخارجي. في له طريقة فحص، طريقتين فحص، تفحص البوجي له طريقتين. فكيف ينفحص؟ نظريا إذا بتفحص نظريا هذا يدلك على الماكينة. إذا كان في مثلا زيوت، مثلا زيت في هذه المنطقة، هذا يعني إن في شمبر يطلع لك زيت في غرفة الاحتراق. إذا كان هذه السنة تحصل عليها مادة بيضاء زي الكربون الأبيض، فهذا يكون تهريب موية على غرف الاحتراق، تدخل موية من الرأس على غرف الاحتراق ويتكون المادة البيضاء، مادة بيضاء زي الجير على قولهم. أما إذا كان موجود كربون أسود فهذا يعني أن ما في انتظام في الخلط البنزين مع الهواء، يعني يقول لك إيش مشكلة الماكينة. هذا من الشكل الخارجي. أما البوجي زي ما قلت لكم، إذا السيارة فيها تفتفة فالشخص يروح يفك البوجي، يطالع في البوجي ما في أي شيء نظيف، فيصرف النظر عن البواجي، يركب البوجي ويروح يفك حاجات ثانية ما يدري عنها. لكن البوجي يمكن يكون فيه خلل. البوجي طبعا إذا البوجي النظيف الشغال بيكون من نسبة 500 إلى 4500 كيلو أوم. كيلو أوم، القياس بالأوم، من 500 إلى 4500 كيلو أوم، هذا للبوجي الصحيح. إذا زادت القيمة عن 4500 البوجي ضارب، إذا نقص عن 500 البوجي ما يوصل كهرب، معروف. طيب، هذه البداية من هنا البداية من هنا إلى السنة الصغيرة هذه اللي داخلة جوا، هذا موجب. هذا طبعا الجير اللي فوق، ما أدري يسمونه جير أو إيش، هذا الأبيض. وهنا فيه اللهم صل على النبي لفافة على قولهم أو داخلية، يعني الناس اسمها صراحة. لكن كيف تفحص البوجي؟ في البداية تفحص الشكل الخارجي بالأوم برضه زي كذا، بهذا الشكل، هذا الموجب، وهذا الشكل الخارجي اللي هنا، هذا يعتبر سالب. ياخذ السالب من الماكينة. وهذا الموجب اللي يجي فيه الكويل أو سلك البوجي يعطي موجب هنا معايا. فعشان نختبر السالب والموجب إذا في مشكلة أو لا، يكون مثلا خلل في الجير هذا ممتد من هنا إلى هنا، من داخل البوجي حتى. فإذا كان في كسر في الجير من الداخل من هنا، فتلاقي في تلامس، وهو اللي يضعف السيارة ويخليها تفتف. تشغل المقاومة. إذا حطيته هنا مثلا، شوف أنا الآن شبكت السلك، أحطه هنا ما في أي شيء، معناته كذا كويس، ما في شيء. لكن إذا أعطاني جرس معناته أن الموجب الجير اللي هنا مكسر ويدخل على السالب. هذه الطريقة الأولى الخارجية، تفحص أول شيء الشكل الخارجي. طيب، الحين عرفنا هذا سليم كذا، أوكي، ما في أي مشكلة. طيب، الشيء الثاني اللي بنفحص المقاومة. أي بوجي
إذا مقاومته من 500 إلى 4500 كيلو أوم فهذا كويس، ما في أي مشكلة. حتى لو البوجي عمره 30,000 كيلو أو 60,000 كيلو، البوجي يمشي من 30,000 كيلو إلى 60,000 كيلو ما عنده مشكلة. فإذا قسته وشفت أن الكيلو أوم من 500 إلى 4500 ما في مشكلة، اللهم نظف ورجعه وركبه ويمشي قدام. طيب شلون نفحص الآن؟ تشبك القطب هذا هنا السالب أو الموجب، وتشبك القطب الثاني في الراس هذا هنا، وشوف المقاومة كم الحين. كم أعطانا مقاومة؟ 4,200، 4 كيلو أوم فاصلة 200، 4 كيلو أوم فاصلة 200. هذا سليم ويمشيك. نظف وركب. شوف الثاني نفس الطريقة الأولى، نفحص الشكل الخارجي لا يكون فيه التماس أو شيء. الآن شبكناه في الموجب هنا في البداية، طبعا الطرف يكون موجب سالب عادي بالجهاز. هذا أوم، أنت تقيس أوم ما تقيس فولتية. نشوف الجسم الخارجي معناته كده سليم ما في أي مشكلة. نشوف الآن المقاومة حقتها كم تطلع في السنة هذه اللي هنا، مو السنة المعطوفة، لا السنة الداخلية. شوف كم أعطانا، 3,8، 3 كيلو أوم فاصلة 800، 3 كيلو أوم فاصلة 800 كده 100%، ما نقص عن 500 ولا زاد عن 4,500. شوف الثاني نفس شغلنا الأول، سليم ما في أي شيء. نشوف هنا أعطانا، ما أدري واضح ولا، أعطانا 3 كيلو أوم فاصلة 700، جدا ممتاز، شغال ما في أي مشكلة. نشوف اللي بعده، سليم ما في ماس. نجي نقيس المقاومة حقت البوجي نفسه، 3 كيلو أوم فاصلة 700، جدا ممتاز. بكذا البواجي هذه كلها نظيفة، نظفها بخاخة سيدالكو، فرشة سلك حديد تنظف، وركبها في السيارة وتوكل على الله. أقل من 500 فوق 4,500 كيلو أوم غير بواجي. إذا كانت فوق 4,500 هي اللي تسبب تفتفة، أو أقل من 500 تسبب تفتفة. إذا كان الجير الداخلي اللي هنا مكسر فيسبب ماس وخلي السيارة تفتف. تأكدوا من هذه المعلومات. السلام عليكم.